عندك 4 بيضات في التلاجة ومش عارفه تعملي بيهم ايه، عايزه تعملي تورتايه تفرحي بيهم حبايبك وتعملي لحد عزيز عليكي زي ما انا عامله كده. احلى تورتايه بجد. طلعت معايا تورتايه عملتها بسرعه، ما خدتش معايا وقت، ومش لازم تبقى فيه تكاليف كتير عشان تعملي تورتايه بالشكل ده. تعالي اقولك نعمل تورتايه. كنا عملنا الكيكه بتاعتها قبل كده في السويس رول، بس هنعملها في التورتايه بصراحه طلعت تحفه. هنا عشان هعمل الصينيتين 30 في 40، فخدت مقدارين 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ. عندي كوبايتين و4 معالق من الدقيق، كوبايتين من الميه المتلجه فيهم مكعبات تلج زي ما انتم شايفين كده. حطيت معلقه محسن كيك كمان، بس المقطع ده ما جاش، وكوبايتين من السكر. وعندي 4 معالق من النشا. هضرب المكونات دي كويس قوي. انا كده عملت سبونج في البيت زي اللي بتشتريه من بره. هضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد لما يتضاعف حجمها، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 180. هتقعد من 15 ل 20 دقيقه. طبعا لو عندك الفرن فيه مروحه يكون احسن. عن الصينيه بتاعتي 30 في 40، بس بقسم المكونات دي على الصينيتين 30 في 40، وبدخلها الفرن لحد لما تستوي معايا. لما بتطلع بمسك الصاج بقسمه 2، يعني بقسم الكيكه الصاج بعد ما بتستوى الكيكه فيها خلاص تمام. بقسم الصاج 2 عشان تطلع لي الارتفاع بتاع الكيكه زي ما انتم شفتوه في اول الفيديو. طلعت معايا، وابتديت لما بردت ابتديت ان انا احط ما بين كل طبقه وطبقه ورقه من الزبده، وسبتها تبرد تماما، وابتديت بقى ان انا اعمل كريمه بتاعتي. طبعا احنا بنعمل كريمه عشان نزوق بيها بقى التورتيه بتاعتي. كوبايه من الدقيق، كوبايه من الكريم شانتيه خام، عليهم كوبايه الا ربع من الميه المتلجه فيها مكعبات تلج، واضربهم لحد ما نوصل. تضربيها كويس جدا، وبعد كده بالقوام اللي احنا شايفينه ده بتحطيها في كيس الحلواني، وتجيبي بقى القاعده بتاعتك، وتبتدي بقى تحطي بقى جزء منه في الكريمه بتاعتك عشان تثبت بيها كيكه. وتحطي اول طبقه من الكيكه او الكيكه اللي احنا عملناها، وبتسقيها كده باللبن بالسباتيول، او بتبتدي تسقيها يعني بالمعلقه. وتحطي طبقه من الكريمه، ممكن الكريمه دي تحطي نصها كريمه ابيض، وممكن تحطي جزء من الشوكولاته كمان فيه، يعني تحطي معلقه كاكاو في نص المقدار بتاع الكريمه، وتبقى قطعه يعني دور شوكولاته ودور كريمه. طبعا على حسب ما انت برضو الحشوه اللي انت حباها، ممكن تحطي بندق في النص في نص الكيكه، ممكن تحطي مكسرات على حسب ما انت عاوزه. وبتخلصيها كده بتقفليها، بتحطي الطبقات كلها. شايفه ارتفاعها عامل ازاي؟ عندي هنا كريمه سيحتها في حمام ميه، وابتديت ان انا بقى ايه ازينها كويس قوي كده، واكتب اسم طبعا بتكتبي الاسم اللي انت حباه، او بتحطي الصوره اللي انت حباها، بتزينيها بالشكل اللي انت حباه. بس انا كنت بعملها البنوته حبيبه قلبي رحوم. وعجبتها جدا بصراحه، اول ما شافتها عجبتها جدا. عقبال كده ما اعمل لها بيتها ان شاء الله. وتحطي بقى الكريسبي بتاعك، بتحطي الالوان اللي انت حباها، ممكن تحطي يعني اي حاجه يعني الموجود عندك حطيه. فانا اللي موجود عندي حطيته، بصراحه طلعت تحفه، ما كنتش متخيله انها تطلع بالشكل ده. سهله وبسيطه، مش تاخد معاكي لا وقت ولا مجهود، وان شاء الله هتعجبكم. وبقولوا لي رايكم في الكومنتات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.